فطيرة وش بخليط الجبنات، الجبنة التركي والموتزاريلا، وكمان هنحشيها من جوه عصاج. سهل وجميل ورهيب زي ما طلبتوها هعملها لكم. يلا بينا نعملها مع بعض. جميلة جدا وشكلها رهيب، تحفة تحفة، وفي الأكل رائعة جدا ورهيبة. كالعادة هنبدأ نجيب عندنا مقلاية ونحط فيها معلقتين زيت زيتون، ونحط عليها ربع كيلو بصل متقطع شرايح، وبعدين هنزل بربع كيلو لحمة مفرومة، ما هي اقتصادية ربع كيلو لحمة. وبعدين هنحط عليها الملح والفلفل والبهارات ونقلبها لغاية ما تستوي معانا. وما تنسوش ورق اللورة اللي بيشيل الزناخة بتاعة اللحمة. يلا بينا بقى نحط معلقتين الصلصة اللي هيكبروا معانا الخلطة شوية. حطي عليهم نص كوباية المية، هيخلوا كل الدنيا كده تتضاعف معاكي. وبعدين حطي عليهم قرنين فلفل مقطعين، قلبيهم شوية وخلاص كده سيبيها تبرد. تعالي بقى معايا نجيب عندنا مجين الدقيق ونحط عليهم مج المية بالمعلقة نقلبه، وهنحط على الدقيق معلقة ملح، وهنحط عليه معلقة بيكنج باودر، وتمسكيه كده وتفضلي تعجني فيه لغاية ما نكون عندنا عجينة رخوة. شايفين العجينة؟ حطينا بقية مج المية وبنعجن فيها، هتطلع معانا جميلة ورهيبة. ممكن تاخد المج وممكن تاخد مج الا شوية، تبع الدقيق بتاعك. بعدين معلقتين زيت ولمي بيهم العجينة وغطيها بالاسترتش وسيبيها تخمر. البيكنج باودر هتستخدميها على طول، وهتطلع معاكي فطيرة رائعة وجميلة. يلا بينا نرش الدقيق ونحط العجينة، وبعدين بالسكينة نطربها ونقسم العجينة لأربعة. هتعمل عندنا 4 فطاير رهيبة بالجبنة الموتزاريلا والثلاث جبنات، جميلة جدا ورائعة ورهيبة. يلا بينا نجيب عندنا الطبق بعد ما نفرش وبرضه نحدد، وبعد ما نحدد نحط فيه معلقتين من الخلطة الرهيبة. وبعدين نجيب كمان عندنا ونحط برضه كل ركن بعد ما نقسمها نحط في كل ركن معلقتين. هيطلع عندنا جميل جدا ورائع ورهيب. وكوريه، حطيهم على بعض وكوريه. وفي مقلاية الزيت حطي 3 معالق زيت عشان يسخن، عبال ما تخلصي الفطير بتاعك وانت شغالة تفردي وتعملي. وهنعيد نفس الطريقة مرة واتنين وتلاتة. في كل جنب هنحط معلقتين، وجنب واحد مش هنحط فيه، عشان يتكون عندنا فطيرة رائعة ورهيبة. وبعدين نجيب الصينية ونحطها عليها ونفردها، وهنحطها فين؟ في الفرن شوية، وبعدين في المقلاية حبتين، وهتطلع عندنا فطيرة رائعة جدا ورهيبة. هنفضل نعمل كل الفطاير كده، ما احنا بنحطهم في صواني يرتاحوا عبال خاطر ما كل واحدة تستوي. اول واحدة تطلع عندك جيبيها، ما تفتكريش هي كده محروقة، لا، محمرها شوية عشان تبقى مقرمشة. ونحط عليها الجبنة التركي والجبنة المطبوخة، ونحط عليها الجبنة الموتزاريلا. هتطلع عندك فطيرة رائعة جدا ورهيبة. حطيها جوه الميكروويف تاخد لفتين، ويا سلام يا سلام. خليكي متابعة كده وشوفيها عمالة تلف في الميكروويف وتزرغت جوه اهي، والجبنة كلها تمتزج مع بعض وتسيح، وهتطلع عندك فطيرة جميلة جدا وخطيرة. تعالوا يلا بينا نشوف الفطيرة. وجيبي عندك بقى مخرطة الملوخية وقسميه، هي مش للملوخية بس، للفطيرة كمان. هتطلع عندك حتة فطيرة رائعة جدا ورهيبة. فطيرة وش بيك بخليط الجبنات رهيبة رهيبة. يلا بقى بصوا معايا بقى وتمعنوا، والشكل بتاعها روعة وتحفة. جيبي طماطمية قطعيها 4 تربع وحطيها،